تاني مفهوم غلط ودولت لحبايبنا على تيل الجيم اللي بيحط صورة كده عميقة على بروفايله يقول لك نو بين نو جين، وما حسيتش كده جسمي انه مكسر بعد التمرين او اليوم اللي بعده، فكده التمرين ده مش مظبوط والكوتش حمار ما بيفهمش. وده طبعا غلط. عشان خاطر تفهم ده فانت لازم تعرف الفرق ما بين 4 حاجات. اول حاجه فيهم هو الميكانيكال تنشن وده الاساس بتاعي. تاني حاجه هو الميتابوليك ستريس وده عامل مساعد للميكانيكال تنشن. زي ما في كل حاجه في الدنيا في الم وجع والم دلع، فالميكانيكال تنشن والميتابوليك ستريس ده الم دلع مش وجع. ايه بقى الم الوجع ده؟ الم المفاصل الم وجع، الم الاعصاب برضه الم وجع. فقبل ما تحط لي بقى صوره عميقه وتقول لي نو بين نو جين، فلازم الاول تفرق ما بين الالم. هل الالم اللي انت بتحسه لا مؤاخذه الم وجع ولا الم دلع؟ الالم اللي بيجي لحضرتك بعد التمرين ده بنقول عليه دومس، والدومس اختصار لديليد اونست ماسل سورنس، يعني ببساطه الالم العضلي المتاخر. او الالم ده بالظبط مش مؤشر على جوده التمرين. انت ممكن تتمرن تمرينه جباره وما تحسش بالالم ده ولا بعد التمرين ولا خلال التمرين ولا تحس بيه خالص، وتكون العضله اتمرنت وخدت اقصى استفاده ومفيش اي مشكله خالص. فانت ممكن تكبر العضلات بتاعتك من غير ألم خالص، او ممكن تتألم جامد جدا ما يحصلكش اي نوع من انواع النمو ولا الضخام. المعادله الاساسيه اللي هتوصلك للهدف بتاعك هو قربك من الفشل العضلي. خد بالك والنبي في الالفاظ بقول لك قربك من الفشل العضلي مش وصولك للفشل العضلي. دي نقطه مهمه قوي هنتكلم عليها في نفس الفيديو ده بس شويه كده. زائد الحمل التدريجي، او انا بقى نزلت لك فيديو طويل عريض عن الحمل التدريجي قبل كده، فخش روح شوف.